موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. رفضا لقرار الحكومة السورية بنقل مراكز الامتحانات من مدينة القامشلي إلى الحسكة، طلاب الثانوية العامة يعتصمون أمام المجمع التربوي في مدينة القامشلي. ومن جهتها نددت واستنكرت هيئة التربية في مقاطعة الجزيرة هذا القرار، كما عبر المجلس الوطني الكردي عن إدانته لهذا القرار أيضا. بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، مجلس الوزراء يقر تعويضا فوريا للمتضررين من تفجيرات جبلة وطرطوس وبناء مشفى وطني جديد في مدينة جبلة. قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المرحلة الأولى من حملة تحرير مدينة الرقة. وصول 250 من الكوماندوس الأمريكي تحضيرا للهجوم على الرقة. جيش الثوار يفتح معبرا إنسانيا بين ريف حلب الشمالي ومدينة عفرين. طائرات حربية تركية تقصف مدينة نصيبين الكردية من جديد. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.